اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الخير على أهل الخير، يا رب تكونوا بخير. قلت لكم في الفيديو اللي فات هوريكم احنا عملنا ايه احتفالا ببنتي وبالنتيجة وبالكلام ده كله. طبعا يعني مش عاوزة اعيط بقى وانكد عليكم والكلام ده، المفروض ان هو فيديو ايجابي كده، تشجيع يعني. الواحد لما بيتعب بيلاقي. بس انا المفروض النتيجة اول ما كانت بتظهر كنت بجري على ماما واقول لها ونحتفل وكده والكلام ده. بس يلا الله يرحمها، هي اكيد شايفانا ومبسوطة بينا. نزلنا النادي واحتفلنا في وسط اصحابنا والناس اللي بيحبونا واصحابها. وبصراحة يعني اتفاجئت بحاجات كتيرة ما كنتش متوقعاها، بس شكرا لكل حد قال مبروك من قلبه، وشكرا لأي حد جاب هدية عشان يعبر عن حبه لينا وعن ان هو فرحان لفرحتنا. ويا رب مردودا لكم في الأفراح كده ومن نجاح لنجاح، وربنا يوفق الجميع، واللي عنده ثانوية ربنا يوفقه، وتفرحوا بولادكم جميعا يا رب. أول حاجة في الهدايا كان تيشيرت رمادي كده اوفر سايز، يعني قماشته حلوة قوي 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 يعني، وعجب ريتاج يعني، كانت طايرة بيه لأن هي بتحب اللون الرمادي. وبعد كده في شنطة باك، اللي هي الموف دي، هي ووتر بروف برضك، عجبتها. وبعد كده في اللي هي المجات الحراري دي، هما 2 ليه بقى؟ عشان اصحاب ريتاج، انا عندي ريتاج في، المفروض بقى خلاص كده عدينا المرحلة الاعدادية، هي المفروض طالعة اولى ثانوي يعني باذن الله. وعندي لامار طالعة 6 ابتدائي. فاصحاب ريتاج ولامار مشتركين، فعشان ما يزعلوش لامار جابوا لها هي كمان مج حراري. واحده صاحبتها يعني جابوا لها برضو مج حراري عشان ما تزعلش، وهي ناجحه برضو يعني من حقها. بس هي عشان في شهاده نقل فانا ما احتفلتش يعني. مبروك وان شاء الله السنه الجايه بقى نعمل لها حفله وتكونوا معانا ان شاء الله. هما جايبين لريتاج اللي هي المج الازرق، وجايبين للامار اللي هو البينك. بعد كده في ازازة برفيوم، ومعاها الشنطة اللي هي بتقلب الوان دي، بتعمل فضي وبتعمل البينك. دول برضو اصحابهم جايبينهم. وده دريس جاي لها هدية، هو سواريه يعني مش للخروج، بس حلو قوي. والشنطة دي بقى فيها ايه؟ ده تيشيرت برضو اوفر سايز، واحدة صاحبتي جايباه لارتاج. ويعتبر كل التيشيرتات اوفر سايز لان بنتي بتحب تلبس الاوفر سايز بما انه نازل موضة يعني. في ايه تاني بقى؟ الشنطة بقى يعني اللي انا كتر خير اللي جايباها، بس يعني ما بحبش اللي فيها ده خالص لانه بيبهدل الدنيا وما بعرفش المه. ومش عاوزة اقول لكم انا جايبة كام واحدة من بق ابني الصغير واكلهم كده يعني، بيلاقيهم يعني بيتبدروا في الارض كده وما بعرفش المهم، لا مكنسه بقى بتلمهم ولا مقشه ولا الكلام ده كله. هو كتر خيرها وعامله لها شكل يعني عشان تبسطها، بس بعاني منه لحد دلوقتي. يعني انا اي هديه بتجيلنا وبيبقى فيها من ده بروح لما في كيس ورمياه. هنا بقى الشنطه دي فيها ايه؟ فيها البهاريز بتاعه الفيديو كله. هنا دي بودي سبلاش والوان مانيكير كتير يعني، حاسه ان هما كتير بصراحه يعني، كتر خيرها جايبه عدد كبير. ودي اكسسوارز هاند ميد. في النادي مدخلين عيالنا يعني ورشه كده بيتعلموا الهاند ميد، بنجيب لهم الحاجات دي وهم بيتعلموا وبيصنعوها بايديهم. وبيجي لهم زي اوبن داي كده ويقفوا ويبيعوهم. فهي عملت لها حبة يعني حلوين، كتر خيرها يعني. ده يعني انا كل اسبوع ما بننزل شبرا بنزل اجيب لهم من عند محل كده بتاع خردوات، بنزل اجيب لهم الخرز ده والخيط وايه تاني، والاقفال الصغيره، الحاجات بقى بتاعتها دي كلها. وهم بقى بيصنعوا الحاجات دي وبيلبسوها بيهادوا بيها، فهي جايبه لها حبه حلوين يعني.
شكرا ليها، وشكرا على الزينة اللي بهدلت الدنيا. دي اخر حاجة بقى في الهدايا، برضو تيشيرت اوفر سايز بس اسود. بنتي تقول لها تلبسي ايه، تقولك اجيب اسود. اسود عندنا كمية اسود يعني ربنا ما يكتبه على حد. ما تنسيش بقى اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد، وتفعيل الجرس. وباي باي.